السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج العمرة القادمة إن شاء الله ربيعية ربيع الأول، واللي تصادف إن شاء الله يوم 10/9. موضوع السكن في مكة المكرمة دائما قريب على الحرم المكي الشريف، لأعتبار بالمدينة المنورة هي أصلا مركزية السكن حوالين الحرم النبوي الشريف. الإيمان جراند أو فندق ضيافة الرجاء، وهذا اللي بشارع إبراهيم الخليل، يعني تقريبا 600 إلى 700 متر إلى الحرم، تحديدا إلى باب الملك عبد العزيز. البرنامج عبارة عن 11 يوم، 3 ليالي في المدينة المنورة و7 ليالي في مكة المكرمة، كلها تصير 10 ليالي ب 11 يوم. فقرة القطار، قطار الحرمين، ينقل من المدينة إلى مكة. تنفذ إن شاء الله هي فقرة الرحلة من نغادر المدينة المنورة باتجاه مكة، فتكون بالقطار الحرمين، على اعتبار هو هذا الغاية من عنده، أنه راحة المعتمر بدل ما اكو 5 ساعات ونصف الى 6 ساعات مع التوقف اللي يصير بالطريق، فيكون هذا 2 ساعات ونصف بالكثير. باعتبار الطيران اللي نطير عليه هو المتاح الموجود عندنا، خطوط الجوية العراقية والجلوبر او العالمية للطيران وفلاي ناس. والطعام 3 وجبات بنظام البوفيه المفتوح وبالمستوى الانترناشونال. يعني السكن احنا عندنا طبعا متاح الرباعي والثلاثي والثنائي، كل شيء بسعره. المزارات اللي في كل من مكة والمدينة ايضا موجوده ننفذها، انه ناخذ المعتمرين المتحف اللي موجود، متحف بستان الصافيه. واي استفسار ان شاء الله بخدمتكم فيما يخص هاي الرحله القادمه اللي هي بتاريخ 10/9. جزاكم الله الف خير، واستودعكم الله في امان الله.